يلا بينا بقى نعمل حاجه لكوبايه الشاي. ماشي، شاي بقى، نسكافيه، اي حاجه موجوده عندكم. فهنا عندي برتقان بقى كده، همسك البرتقانتين دول اقشرهم علشان نعمل بيهم صينيه حاجه حلوه كده تحفه وهتعجبكم جدا. هتقوموا بعد كده تعملوه على طول. هنقشرهم طبعا مغسولين طبعا، يعني لو يستحسن بقى طبعا هيكون برتقان بلدي، بس احنا ما عندناش برتقان بلدي اللي موجود عندنا يعني. هنشغله كده ونعمل بيه ايه، حاجه حلوه. بس بابي هبهولي قال لي اقشرهم بقى واشيل الايه، القشره اللي هي البيضه دي. ماشي ماشي، اقشرهم بقى مع نفسي. قشرتهم وجبت كوبايه الخلاط. خلاط ماشي. جبنا الخلاط بقى نقشر. طبعا ده ما فيهوش بذر بس ماشي، بس في حتت كده من جوه كده ايه، اللي هي البيضه دي، اللي هي دي. بس ما فيش بيت قبل ما نحطها في ماما خليها. ما فيهاش حاجه طبعا. بالبرتقال البلدي طبعا حكايه على فكره. بس عندي برتقانتين كده، قلت ايه نلحقهم كده قبل ما يبوظوا. كده كده بقى ايه، كيكه بقى كده من غير لبن ولا بيض ولا زبده ولا اي حاجه، وهتطلع معاكم تحفه. هنا بقى عشان كده شغل الخلاط، اروح حاطه ايه، نص كوبايه ميه كده. تمام تمام. نضربهم بقى الاول كده، وبعد كده اقول لكم مش اقول مصر عشان يصفي بقى ايه العصير. بصوا عامل ازاي كريمي تحفه جدا. ايه ده، صفيهم يعني كده بقى. صفيت البرتقال بصوا اهوت. بصوا بقى لو عملتوه بالتفل بتاعه، بصوا قد ايه كل ده تبقى الياف في الكيكايه. فنصفيه احسن. ماشي، طبعا هو ما فيهوش بذر ولا اي حاجه، بس دي الالياف بتاعه البرتقال. تمام تمام كده بقى. خلاص ده ملوش لازمه، شيله بقى كده على جنب. وتعالوا نحط بقى كده ايه مقاديرنا. هناخد من البرتقال الجميل ده، بصوا ايه ده، والله تحفه. هاخد كده ايه كوبايتين. تمام اهو، كوبايتين مش كتير ولا اي حاجه. نحط بقى اضافاتنا كده ونجهز بقى ايه باقي المكونات. تمام، احط السكر، احط مج سكر وازود حبه كمان بتاع ربع كوبايه كده عشان خاطر الايه البرتقال معانا طبعا حادق. تمام كده، يبقى كوبايه وربع ايه سكر معايا هنا اهوت. بالبرتقال هنعمل فانيليا برتقال. وبنفس الكوبايه اللي عملنا بيها البرتقال هنحط بيها كده ايه الزيت، ربع كوبايه زيت مش اكتر. خلاص، ونضرب بقى كل مكوناتنا دي. ثم يتضربوا وجاهز باقي المواد الجافه. انا بقى حطيت تلات كوبايات دي. ماشي كده، 3 كوبايات من الدقيق. هنا بقى هنضيف النشا، نحط معلقتين من النشا كبار مليانين اهم. 3 معالق 3 كوبايات دقيق، معلقتين نشا، ركزوا. تمام تمام. طبعا عندي النهارده بيكنج باودر، ما عنديش كيك شيف. يعني انا قلت لها هاتي لي وانت جايه كده ما عنديش بيكنج باودر ولا كيك شيف، قلت لها هاتي كيس بيكنج باودر كيك شيف، فهي رست على بيكنج باودر. مش مشكله، بقالي كتير قوي ما جبتش بيكنج باودر على فكره. بس كده تمام تمام كده. مفيش حاجه هنضيفها تاني دلوقتي، لا هنضيف تاني، لسه معانا مكونات كده ايه ظبط الدنيا. يلا بينا بقى كده ننزل بايه بالمواد السائله بتاعتنا. كده فاضل معانا كده كام حاجه بقى كده هنضيفهم تاني هقول لكم. بس ننزل الاول كده، ممكن يكونوا 2 وممكن يكونوا 3، صح كده. شوف بس العجينه بتاعتنا قوامها عامل ازاي، بعد كده اقول لكم هنحتاج من باقي المكونات بتاعتنا 2 ولا 3. هقلب بس كده في اتجاه ايه واحد، في اتجاه عشان نقول ايه رأينا في ماما. لولو قالت لكم، لولو مجوراني على طول. كده الكيكه بتاعتنا طلعت ايه، نعمل عصير تقيله قوي. بس فكده نجيب المج بتاعنا. قوي كبيره. عندي ميه مغليه نفس المج اللي انا عايرت بيه كل حاجه. ماشي، هو مكانه برتقال وزيت والكلام ده كله.
هنزل بقى كده الميه مغليه معايا حبه حبه، واقلب كده ايه واحد برضه. ماشي، عشان نقول ايه رأينا في الستة. كده معايا تقيله برضه تاني. ننزل بحبه ميه. طبعا انا مش هقدر اقول لكم معيار الميه غير لما اشوف هي هتاخد معايا ميه قد ايه. تمام كده. طبعا بيرجع على حسب نوع الدقيق كمان يعني. نحط بس كده انا حطيت ربع كوبايه الميه كلهم، صح؟ البت عماله كل شويه توقع حاجه على رجليا، تعبت منك بامانه. تقيل كده، فاخد لها حبه ميه ايه كمان. ماشي، دول بقى مش ربع، تلت كوبايه كده، انزل بيهم حبه حبه برضو لحد ما العجينه معايا ايه تبقى قوامها مظبوط. الوقت اللي انا بفك بقى فيه كده الايه عجينتي، او نزود بقى ايه الاضافات الباقيه عشان ما اقعدش اقلب فيها ايه كتير. تمام، سنه بيكنج صودا كده اهي، ما تجيش ربع معلقه صغننه. خلاص، وهنا هحط معلقه خل كبيره اهي. تمام. دي بقى عشان ايه؟ طبعا الكيكه بتاعتنا ولا فيها بيض ولا فيها لبن ولا فيها اي حاجه، وهقلب كده فيها ايه بالروح. طب القوام كده معايا لسه تقيل شويه. بس كده حلو قوي. نجيب بقى الصينيه بتاعتنا نكون دهنينها دهنه زيت كده، ونحط فيها رشه دقيق ونجيبها. تمام. الصينيه بتاعتنا بعد ما دهناها دهنه الزيت وحطينا فيها رشه الدقيق، ننزل بقى كده بالمكونات بتاعتنا كده. السوق قوامها تحفه. طبعا لولو مره وقعت على رجلي سكينه، والله عملت لي خرم في رجلي والله العظيم. وقعت السكينه بسمنها جت في ايه في رجلي، عورت رجلي شويه. جايه خدت غطا الخلاط وقعت على رجلي. يا نهار ابيض، ايه ده يا جدعان؟ ده دي لولو دي. بس هنا كده ايه نزلنا، ما سيبناش اي حاجه في الطبق كده. تمام. يا ترى بقى الكيكه دي هتطلع زي اللي معموله بالبيض واللبن ولا فيها ايه اختلاف؟ هنشوف. تمام. طبعا ولا فيها بيض ولا لبن ولا اي حاجه. نظبطها كده نديها ايه خطتين كده على الرخامه. طبعا انا شغلت الفرن ويلا بينا بقى على الفرن. هنا بقى شوفوا الكيكه بعد ما طلعت، ايه رايكم بقى؟ شكلها تحفه. طبعا لسه طالعه سخنه بس طريه بجد، شكلها تحفه. فيلا بينا نقطعها بقى ونشوف ايه الاخبار. تمام. طبعا هي لسه سخنه جدا جدا جدا، بس هنقطع بقى ونشوف كده ايه اخبارها ايه. طبعا هي لسه سخنه، المفروض ان احنا بنستنى عليها شويه كده عشان لما نيجي نطلعها تطلع معانا بكل سهوله. طلع بقى قطعه كده، تجيب طبق. طبعا ما ننساش ان هي من غير بيض ولا لبن ولا زبادي ولا اي حاجه. تمام. بس عشان ايه سخنه طبق ومع حاجه نطلع بيها كده. نطلع القطعه كده ونشوف اخبارها ايه. نسلكها بس كده شويه عشان هي لسه سخنه وانا مش عايزاها ايه تتقطع. طبعا بقى مع كوبايه شاي، كوبايه كافي ميكس، اي حاجه بقى كده ايه. الله على اللون والشكل، شايفين؟ طبعا لسه سخنه يعني. بصوا طريه بطريقه فظيعه. بصوا تنمين خطيره. يا ماما. دي لينا يا ماما. نشوفكم. بصوا شايفين القطعه؟
شايفين سواها تحفه بجد. بس تعالوا بقى شوفوا الكيكه كده من جوه، بصوا عامله ازاي، مستويه ما فيهاش ولا غلطه. شايفين خطيره. ودي طبعا ولا فيها بيض ولا فيها لبن ولا فيها زبادي ولا اي حاجه. شايفين الكيكه من جوه عامله ازاي؟ طبعا يعني هي شكلها باين اهي. شايفين؟ تحفه 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 بجد، يعني بامانه خطيره. طبعا هي لسه سخنه، شايفين البخار طالع منها. ماما انا عايزه زيها. اتفضلي زيها. وسكرها مظبوط وخطيره جدا. جربوها مش هتندموا. كده اقول لكم باي، اشوفكم في فيديو جديد. مستنيه بقى رايكم عليها. تمام كده، متنسوش بقى تحطوا لايك الفيديو، كومنتوا عمر زيكم، ما اشتركتوش اشتركوا. طبعا لولو زعلانه مني ومش هتكلمني، صح يا لولو؟ لولو هتعيط. باي. كده احلى كوبايه شاي مع حته كيكه. يلا بينا.